السلام عليكم، معاكم أحمد قطب. والجزء الثاني من تحليل لمجموعة من أهم أسهم البورصة المصرية بتاريخ 16/8/2024. بسم الله هنبدأ. هنستعرض في الجزء ده أسهم فوري، إيبكو، سيدي كرير، العز الجوهرة، ليسكو، أريبيا، زهراء المعادي، أسك، أبوير، أوسكار مالية، كيما، الشمس، أوراسكوم كونستراكشن. نبدأ أول حاجة بسهم فوري. مبدئيا فوري كماليا لا غبار عليه، الشركة كويسة جدا، نتائج الأعمال طلعت أكتر من ممتازة. آه، السهم واعد جدا، من اقوى الاسهم اللي انا بنصح اي حد معاه فوري يحتفظ ما دام ما كسرش وقف الخساره اللي هو 6 جنيه. دلوقتي انا شايف ان 6 جنيه ده ما دام فوري معاك فوق 6 جنيه ما تقلقش. عندنا مقاومات عند 7 وسبعة ونص و8. خلينا نتكلم بصراحه، مش ده سعر السهم خالص، ولا دي المكان المفروض يبقى فيها سهم فوري. وانا شايف ان شاء الله ان الطلعه دي هتبقى افضل من الطلعه اللي فاتت. يعني في الطلعه اللي فاتت آه، كنا وصلنا أقصى حاجة 9 جنيه ربع في شهر مارس اللي فات. يعني أنا شايف إن شاء الله الطلعة دي هتبقى أفضل من الطلعة اللي فاتت بإذن الله، وأنا عادي كمان 9 جنيه إن شاء الله. ده كله مرهون إن ما ينزلش تحت 6 جنيه. خلينا نتكلم في دي أهم نقطة. إيبكو، طبعا إيبكو سهم ممتاز كشركة، بس مشكلة، بس كفنيا وعلى التشارت السهم متعب جدا. بقاله في اتجاه يعني هابط وعرضي فترة طويلة جدا. يعني أي حد طبعا في السهم من شهر 4 لحد دلوقتي ما شافش مستويات فوق ال 50 42 جنيه، فدي حاجة بصراحة صعبة جدا. شايف إن الميكر تقريبا خلص بيع إن شاء الله وتجميع في السهم، ويمكن قريب آخر أسبوع في 8 بالكتير إن شاء الله، أو أول أسبوع في 9 نبتدي نشوف تحرك إيجابي في السهم إن شاء الله. حاليا وقف الخسارة عند السهم عند 35 جنيه، طبعا ده رقم بعيد خد بالنا، لكن ما دام ما كسرش الرقم ده يبقى لسه السهم ما فيش مشكلة فيه. هنشوف يوم البانك نزل 35 ولم نفسه تاني يوم وقفل 36. ف لكن هو السهم كويس جدا، بس محتاج اللي بره. يعني كمقاومات بنتكلم في 40 و42 و45 و50 و70. السهم ده يا جماعه اذا يعني اذا اتحرك احنا بنتكلم في هدف اول 70 جنيه، هدف تاني 100 جنيه. فالسهم ده ممتاز ممتاز ممتاز، بس للاسف الميكر ما بيحركش السهم خالص. خلينا نتابع قريب. دايما بنصح للشراء تحطه في خسارة قريب، وما تخليش السهم يحبسك فترة كبيرة، عشان خاطر ما تفضلش محبوس جوه السهم وتزهق في الاخر تبيع اللي هو بيع الذهب. سيدي كرير طبعا قطاع بتروكيماويات اتحرك زي ما كنت قلت قبل كده، ان شاء الله في شهر 8 فعلا اتحرك بشكل ايجابي. دلوقتي سيدي كرير عنده اهم نقطة مقاومة 29 جنيه، خلينا نقول 30 جنيه. عشان اقول ان السهم ده صاعد محتاج اقفل فوق 30 جنيه. طبعا فوليوم كبير جدا الاسبوع ده، واخترق مقاومه في الغالب ممكن ينزل يلمس تاني اللي هي ال 27 جنيه، ما تستغربش. دلوقتي واقفه خسارتك عند ال 26 ال 27. انا شايف كده لو نزل هينزل 26 وال 6 وال 25. بس ما اظن يعني، ما دام لو الميكر ناوي يكمل في السهم فوق ال 27 جنيه يبقى انت كده في الامان. رمى تحت، خلاص ما تحبس نفسك في في السهم بعد اذنك. يعني بلاش تحبس نفسك وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. عندك مقاومات 32 و35 و40 جنيه بشكل مبدئي. طبعا الشركه لا غبار عليها ماليا، لكن هو قطاع البتروكيماويات زي ما انا نبهت على فكره يا جماعه، والله من شهور طويله، من يمكن من شهر يناير او شهر فبراير اللي فات، وانا قلت يا جماعه قطاع البتروكيماويات صحح وفي القمه وهيقع فتره كبيره تحت، ومحدش تقريبا صدقني.
يعني انا صفيت تقريبا اي سهم ليا او اللي عمل معايا في قطاع البتروكيماويات انا صفيته خرجت. مش عشان القطاع وحش، زي ما قلنا قطاع ممتاز، لكن علشان هو عمل رالي صعود كبير، فطبيعي يبتدي يعمل ايه؟ طبيعي يبتدي يصحح فتره كبيره. العز للبورسلين جوهره، طبعا شركه ماليا قويه لا غبار عليها. عندنا دلوقتي بقى في خساره عن 18 جنيه، ما انصحش طول ما في 18 جنيه احتفظ بالسهم. عندنا اهم مقاومه عند 23 جنيه، لو كسرها السهم ليه مستفيدات تانية كتيرة جدا. عند يعني مبدئيا بنتكلم في 30 جنيه و34 لحد 40 جنيه. زي ما قلنا بدل ما اكسب شويه في الخساره انصح بالاحتفاظ. ماليش دعوه بالذبذبه الطالعه النازله دي، انا اركز على وقف الخساره وبس، عشان ما بيعش بخساره، وعشان الميكر ما يضحكش عليا. ليسيكو. ليسيكو مصر طبعا الشركه، يا جماعه اللي ما يعرفش، ليسيكو دي مصر فرع من شركه عالميه باسم ليسيكو. ماليا السهم ممتاز، وفنيا ما زال صاعد، بس طبعا بعد ما عمل رالي صعود كبير فطبيعي ان هو ينزل يصحح. كان من اسرع الاسهم في البورصه في الصعود، فطبيعي في الفتره اللي فاتت، في السنه اللي فاتت يعني من اول ما ابتدينا نطلع من اول يونيو وانتهى التصحيح، مستهدفات السهم يعني بشكل مبدئي 30 جنيه، ودي القيمه الماليه اللي نزلت لحد دلوقتي او 32 جنيه. مفيش اي مشكله في السهم. دلوقتي عندنا وقف الخساره الرئيسي هو عند 24 جنيه. اي حد معاه السهم قدام السهم في 24 جنيه ما تحطش في دماغك شكله هيمشي عرضي بشكل كبيره. شفنا يوم الخميس بيع جامد في السهم، يعني خروج كميه كبيره، فعادي لو هتنزل تشوف 24 جنيه عادي جدا، ما فيش مشكله. آه عندنا مقاومات زي ما قلنا بعد كده 27 و30 جنيه. آه ده اللي اقدر اقول لك على السهم. السهم كويس جدا ما دام لما اكسر 24 جنيه، غير كده ما فيش اي مشكله في السهم. اريبيا يا اتش. اريبيا انفستمنت هولدنج. يعني هو السهم مشي بشكل عرضي على المدى الاسبوعي وعلى المدى اليومي. حاليا دلوقتي بعد ما طلع لحد 62 قرش وعمل رئيس صعود، نزل لحد 51 قرش. هو دلوقتي واقف على دعم رئيسي، يعني احنا بنتكلم في 51 قرش. طول ما هو فوقه ما ان هو ممكن ينزل يلمس ال 50 ويطلع تاني لل 60 قرش عادي جدا. يعني خلينا نقول في خسارتنا 50 قرش، ما دام ما كسروش يبقى السهم لسه ما فيش اي مشكله فيه. عندنا مقاومات 56 و60 قرش بشكل مبدئي، لو عداها يبقى بنتكلم في 67 قرش و70 قرش. شركة قوية طبعا عشان نتكلم فيها، بس طبعا هي الميكر لازم يعمل كده، لازم يطلع وينزل ويعمل عشان يكسب من السهم بدل المرة 100 مرة. ويبقى اللي مش فاهم هو ايه الضحية. زهراء المعادي، يعني زهراء ما دام ما كسرش ال 6 جنيه ونص، ده هو الاقتصاد الرئيسي، يبقى ما تقلقش من ايه منه لحد دلوقتي. آه اخر نقطه جابها زهراء كان 6 جنيه و10، يعني كان ممكن ينزل يلمسها ويطلع تاني، فبرضه خلينا نرحل الوقت بسرعه ل 6 جنيه و10، اللي هو طول ما هو فوقه فهو الميكر بيلعبك عادي جدا، او بيضغط على السهم مفيش مشكله. نتائج الشركه ماليا وقويه جدا، ما حدش يتكلم في كده. وقطاع العقارات كله قوي، يعني اغلبه.
يعني ما عدا استثناءات بسيطة. عندنا أول مقاومة رئيسية وأهم مقاومة عند 7 جنيه، وبعد كده 9 جنيه. خلي بالكوا يا جماعة، زهراء دي زعلت 9 جنيه وقفلت. بنتكلم في أرقام كبيرة جدا، بنتكلم في 18 جنيه مبدئيا. يعني زهراء لو قلنا بس، لو عدت بس 9 جنيه وتقفل، بس هي تعدي بس وتقفل إن شاء الله. عندنا مقاومة 7 ونص، وقلنا و8 و9، دي أهم مقاومات مبدئيا. وأنا ما كسرش وقف الخسارة، ما انصحش إن إيه ببيع السهم، إلا لو أنت هتحط سهم تاني شايف إن هو أسرع أو كده، خلاص دي حاجة ترجع لك. أنا دايما بوجه كلامي بمنص... للناس اللي هي خسرانة ومحبوسة. يعني دي اللي أكتر ناس تهمني. يعني اللي هو شاري عند دعم قريب وخارج بخسارة بسيطة، ده عادي يقدر يعوض. لكن الناس المحبوسة دي اللي تبقى أكتر ناس هماني في آسك. وزي ما الحمد لله أنا نوهت إن هو ابتدى يتحرك في شهر 8. عندنا 39 جنيه، أهم نقطة ي- يحافظ عليها. وانا وصلت دلوقتي 37 جنيه. إذا فوق 39 جنيه، آسك حاجة تانية خالص. يعني وقت ما يتحرك هيبقى زي القاطرة اللي بتجر القطاع الايه البتروكيماويات والألمونيوم والكلام ده كله هيجري ورا آسك. وقت ما يتحرك آسك ده هنشوف كلام حتة تانية خالص. الشركة كانت ماليا خسرانة، وبعدين بقت كسبانة، وكانت في نطاق عرضي بقالها سنين. طلعت وصلت لحد 65 جنيه، زي بتاع البتروكيماويات، وعملت تصحيح طويل. اظن خلاص ان شاء الله الايه التصحيح هينتهي على وشك. بس احنا يهمنا احنا نفضل فوق 39 جنيه، يبقى السهم رايح لاماكن تانية خالص. مقاومات اسك 42 دلوقتي مقاومة رئيسية. عندنا بعد كده 50، 55 و60 و65. ده مبدئيا اذا عداه هنتكلم في هدف 100 120 جنيه يا جماعه. بس يعدي الاول، نقفل الاول فوق 39، نستقر. بعد كده نعدي المقاومه الرئيسيه عند 65، وبعد كده ان شاء الله ايه زي ما قلت لكم يبقى الطريق مفتوح باذن الله. اهداف هو لغايه دلوقتي ما دام فوق ال 36 جنيه او 37 جنيه، السهم مفيش اي خوف منه لغايه دلوقتي. ابو قير طبعا شركه ممتازه، بس هي الشركه او الصناديق العربيه اللي شايله في السهم وبتبيع فيه مبهدله الدنيا زي ما بيقولوا. فوليوم كبير دخل الاسبوع ده قوي. السهم متوقع ان هو يتحرك ان شاء الله كويس. عندنا مقاومه رئيسيه عند 70 جنيه، متوقع يظهر عندها بياع. في مقاومه عند 60 جنيه بشكل مبدئي، بس الاقوى عند 70 جنيه، ممكن تلمس 70. حتى لو اخترقوا ينزل يلمسه تاني، او اخترقوا يخبط فيه وينزل يلمس تاني الدعم عند 60 جنيه. فنخلي بالنا يعني من النقط دي. آه، لحد دلوقتي 58 جنيه. واقف خساره للناس اللي شاريه قريب يعني. 54 جنيه طول ما هو فوقهم مفيش اي مشكله. انا بتكلم في الناس اللي هي ايه شاريه قريب، بس مش اللي محبوسه في السهم، عشان كلامي يبقى واضح. السهم 70 جنيه، لو كسرها لفوق احنا بنتكلم في اهداف تانية خالص. يوصل لقيمته القديمه، يوصل عادي جدا اللي هي 100 110 مثلا، يوصل عادي جدا، مفيش اي مشكله في الكلام ده. مفيش اي مشكله لا فنيا ولا ماليا إن السهم يوصل كده لقيمته القديمه. اهم حاجه السوق يفضل ان شاء الله صاعد، مفيش اي مشاكل فيه. حسن السوق وحسن البضاعه. وراسكم ماليه، يعني هو ارتد راسكم ماليه، ماسك نفسه عند دعم رئيسي عند 30 قرش. طول ما هو واقف خسارته، طول ما هو فوق ما انصحش ان حد يبيع. اخترق ونزل يلمس الدعم ومشي بشكل عرضي، وتوقع ان هو تاني يطلع. عنده اول مقاومه عند 34 قرش، وبعدين 35 قرش. طيب انا عايز انا اقول برضه نقطه في راسكم ماليه اللي بينطبق على السويدي ينطبق على راسكم ماليه. في نقطه انا وضحتها يا جماعه. لما شركه بي انفستمنت استحوذت على السهم، اصبح عدد اسهم الشركه قليله وبتعمل نتائج ماليا كويسه جدا. فهتبقى حركتها اسرع بكتير من اسهم كتيره في السوق. من عدد اسهم صغير الميكرو يقدر يجري بيه. خلي بالنا من النقطه دي. هو عايز يشتري عند الدعم عند 30 قرش دلوقتي مثلا. لو انا مثلا اشتري عند 30 قرش،
واصبر على السهم، ما ابصش بقى على التشارت. ما دام ما كسرش ال 30 قرش انا محتفظ بسهم، لو كسر ارميه، ما كسرش ما ابصش، لان هو هتلاقيه عامل 20 في 20 في اي وقت بدون تفكير عادي. سهل جدا، عدد اسهم قليل، الشركه قويه جدا ماليا، سهل الميكر يجري بيه. طبعا بقى ما يعمل له 20 في 20 والناس تجري عليه، يروح ملبسهم، يروح نازل له 20 فيهم، الناس تبيع، يروح طلع تاني وهكذا. فاللي شاري من عند الدعم من 30 قرش مش هيهمه بقى يطلع ينزل، هو شاري من عند الدعم وكسبان وبص لهدف كبير. هنتكلم في اهداف خمس 40 قرش و45 صعودا الى 50 قرش عادي جدا. يعني رأس مالية سهل جدا تجيبها. راسكم كيمة، سوري، كيمة اللئيمة. طبعا كيمة اتحركت مع قطاع البتروكيماويات، شركة قوية ماليا مفيش أي مشكلة. آه، هي دلوقتي في اتجاه صاعد على المدى اليومي، لكن على المدى الأسبوعي أهم نقطة عندنا اللي هو 8 جنيه و80 قرش. خطتها كيمة هتبقى في مرحلة تانية خالص، يعني هي دي أول أصعب نقطة، أصعب نقطة. أعتقد إن شاء الله هتخططها قريب. خبط فيها ونزل لمس الدعم وطلع، المفروض يخترقها لأنه ما اخترقهاش. هيبقى عندنا دعم ب 7 جنيه و60 قرش، وعندنا وقف خسارة عن 6 جنيه و80 قرش للناس اللي شارية قريب. الناس المحبوس طبعا ما اقدرش اقول لهم بيعوا. عندنا مقاومة بعد كده 9 و11 و13. تمام، كمان من الاسهم السريعة، خلي بالكم يا جماعة. مش مش من الاسهم اللي يصفر 20% تدخل تجري فيه، لان هو بيصفر له تصفرتين وهوب بياخدك وينزل بيك بسرعة. فلازم ناخد بالنا من النقطة دي. الشمس ماليا الشركة مش كويسة، خلينا نخلي بالنا. الشمس فنيا واقفة دلوقتي عند دعم رئيسي عند 5 جنيه ونص. طيب الميكر طلع وكان المفروض يخبط حتى في السبعة جنيه في قرش، ما رضيش يخبط ونزل بدري، يعني ريح دماغه كمان. فتوقعت ان هو يطلع تاني من المستويات دي، يبقى عنده مقاومة رئيسية عند 7 جنيه 30 قرش. دي هتبقى مقاومة رئيسية مهمة جدا. إذا خدتها يبقى احنا بنتكلم في بعد كده في 8 في 9 في 10 جنيه السهم. وده اسهم الجيمات اللي هو بقى فترة كبيرة معرضي، خلي بالك ان هو يعني الميكر لما يتحرك بيه يبقى يا تركب من الاول يا ما تركبش، يا تركب من الاول معاه وتكون من الاول مع الرحله، يا ما تركبش. انا بنصح دايما في النقطه دي، ان هو بيتحرك بسرعه وبيحبس اي حد جوه. وراسكوم كونستراكشن، طبعا راسكوم كونستراكشن من افضل الاسهم ماليا في السوق. يعني القيمه الماليه بتاعته بتتكلم في ضعف القيمه دلوقتي، بنتكلم في 450 جنيه تقريبا، يعني في مكسب 100% تقريبا. بيجاب في عرض بقى له فتره كبيره قوي. اللي معاه سهم زي كده بيسيبه كاستثمار. يعني دلوقتي مبدئيا احنا بنتكلم في 251 جنيه دعم وقف خساره. يعني شايف اللي معاه السهم يحتفظ بيه بدل ما كسرش لتحت، وبدل لو محبوس، لو مش محبوس وعايز يغير ويبدل يتحرك الحاجه ترجع له. لكن شايف ان شاء الله السهم واعد جدا، ولما يخلص النطاق العرضي ده، وشايف قريب يعني ان شاء الله يخلص، يعني انا حاسس انه خلاص قريب هيخلص النطاق العرضي ده. هنشوف السهم هيجري جاريه. ما حدش طبعا، احنا متابعين السهم لما كان اقل من 100 جنيه، طلع فوق ال 100 جنيه، يعني عمل رالي كبير جدا. ف ولسه يعني السهم قوي جدا ماليا، وفي صناديق بتشتري فيه، بس على الهادي. طيب هي دي كانت الاسهم اللي يعني شرحتها النهارده ان شاء الله. اتمنى اكون فدتكم، واعتذر عن الاطاله. كما يعني لو عجبك الفيديو اعمل لايك، واعمل سبسكرايب القناه، وشير الفيديو، واكتب لي تحت في التعليقات لو انت عندك اي سؤال. اتمنى اكون فدتكم ان شاء الله. كان معاكم احمد قطب، محلل فني في البورصة المصرية وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين. السلام عليكم.